والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عمران. طبعا في البداية حابين ندعي لإخواتنا بغزة إن شاء الله ربنا ينصرهم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع أسعار السكن في دبي. طبعا لو أنت عايش هنا في دبي عارف إن أسعار السكن دلوقتي نار يا حبيبي نار، ده أقل حاجة تتوصف بيها أسعار السكن في دبي حاليا. أنا بكلمكم تقريبا في 2023 2024 مش عارفين إيه كمان اللي هيحصل، بس أسعار السكن في دبي زادت كتير جدا عن السنة اللي فاتت. تقريبا في نفس الوقت ده السنة اللي فاتت أنا كنت عامل فيديو عن أسعار السكن في دبي، هسيبه لكم في الوصف علشان تقدروا تعملوا مقارنة بفرق الأسعار اللي حصل ما بين السنة اللي فاتت والسنة دي. أول حاجة مثلا هنبتدي بيها هو السكن الشيرنج. زي ما حكيت لكم قبل كده السنة اللي فاتت إن السكن الشيرنج ده بيكون حد واخد شقة وبيأجر بيها سرير ودولاب، بيتقال عليها بيت سبيس برضو. تقريبا يعني ما حصلش افكت او ما تأثرتش كتير جدا عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت تقريبا كان ب 700 درهم السرير، السنة دي مثلا هتكون في حدود 900 درهم او 1000 درهم السرير. فالتأثير ما كانش كبير جدا في الشيرنج، لكن التأثير الحقيقي حصل في الاستوديو والغرفة والصالة. لو تفتكروا في فيديو السنة اللي فاتت كنت قايل لكم ان سعر الاستوديو بيبدأ بحدود 22000 درهم، طبعا حسب المنطقة اللي انت هتاخد فيها الاستوديو. السنة دي أقل استوديو في منطقة معقولة هتلاقي ب29000 درهم، يعني زيادة 7000 درهم في السنة عن السنة اللي فاتت. طبعا ده مبلغ كبير جدا يعني. هنيجي بقى للأوضة والصالة. الأوضة والصالة السنة اللي فاتت كان بتبتدي من 32000 درهم، السنة دي أقل أوضة وصالة بيكون 40000 درهم. ده هتلاقيها صغيرة جدا وما فيهاش بلكون. المعقولة هتلاقي 45000 درهم، الكويسة هتلاقي ب50000 درهم. 50000 درهم في السنة ولا 45000 درهم، ده مبلغ كبير جدا. يعني انت لو قسمت مثلا متوسطة مثلا 45000 درهم على 12 شهر، تقريبا 3750 درهم في الشهر هتدفعهم سكن بس. مثلا حد عاوز يجيب مراته او يجيب اسرته، اقل حاجة هتكون اوضة وصالة، يعني دي اقل حاجة. تخيل ان انت 3750 درهم هتدفعهم بس للسكن، ومثلا فاتورة الديوة 750 درهم، الديوة اللي هي الكهرباء والصرف، يعني انت كده 4500 درهم بس سكن. لو انت مثلا عاوز تشترك في انترنت مثلا او ان انت تعمل باركينج زود 500 درهم، اقل حاجة 500 درهم، هتلاقيك مثلا بتدفع 5000 درهم في الشهر سكن بس من غير اكل ولا شرب. يعني فلو حد عاوز يجيب اسرته، انا باخد كام عشان ادفع 5000 درهم سكن بس؟ ده مبلغ كبير جدا. طبعا انا بكلمكم على المناطق اللي هي ايه الكويسه، يعني ممكن تلاقي مناطق ارخص زي مثلا انترناشونال سيتي، هتلاقي مثلا الاوضه والصاله 34000 درهم. بس لو انت عايش هنا في دبي هتعرف انترناشونال سيتي فيها مشكله، بيكون فيها الصرف الصحي قريب منها، فالريحه ما بتكونش الطف حاجه. في ناس بتضطر، يعني في ناس بتكون مضطرة ان هي تقعد هناك، هتلاقي مثلا ب 34000 درهم مثلا الأوضة وصالة. مثلا الاستوديو هتلاقي مثلا في حدود 23000 درهم، بس ما فيش ناس كتير بتفضل انترناشونال سيتي يعني. فعشان كده الناس ابتدت تلاقي بدايل عن دبي، وابتدت تهرب من دبي وتروح أماكن تانية. ده هيكون موضوع حلقتنا اللي جاية. ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة علشان تعرف الناس بتسيب دبي وتروح فين. سلام.